النادي الأهلي في الفترة اللي جاية ابتدى يحضر ملف تدعيم محترم ليناير. اشتغل في الملف ده فعليا وبدأ فيه الكابتن سيد عبد الحفيظ. اكتب ورايا كده عشان تبقى ايه اهو. انا بس بقول للكابتن سيد الحمد لله على السلامة. اكتب ورايا كده. هو راح ورجع؟ الحمد لله على السلامة وخلاص. يلا قول. كانت 24 ساعة في مكان معين وكانت مثمرة. مثمرة. باك رايت. اكتب ايه؟ اكتب 24 ساعة. اكتب باك رايت. باك رايت. جنبه مساك. مصري ولا اجنبي؟ جنبه مساك. هقول مساك. جنبه باك ليفت. باك ليفت. حط ديفندر. ديفندر. حط فيرود. فيرود. انا يكفيني كده. وفي فردة كمان، مركز كمان، يعني بحد ادنى 5 صفقات في يناير. 1 2 3 4 5، يعني كل الصفقات اللي عملها النادي الاهلي عمل صفقات. اكمل لك بقى. هي تكمله. الاهلي كانت على الجانب الهجومي يا الاهلي بيكمل شغله. الجانب الدفاعي ما كانش الاهلي فيه بيكمل حاجة. شغله. طبعا انت كنت جايب اشرف داري، واشرف داري لعيب كبير جدا ولاعب ثالث العالم، لكن اصاباته شويه لازم كنا نخليك يعني تفكر. لو المساك انت كده دعمت اشرف داري. انت كده دعمت. طيب خلينا واحده واحده. ثواني بس. انت كده دعمت مكان. مش مكان بقى. مش مكان. انت بس انا اديتك بس ايه لسه